طبعا كاس العالم موجود، يعني حلقات كتير، يعني ملاعب كاس العالم وبالاخص المنتخبات العربيه هتلعب على ملاعب عامله ازاي وسيادة عامله ازاي. ده اللي يهمنا طبعا يا جدعان، ونشوف بقى الحكايه ونشوف الروايه. كل منتخب عربي عاطف هيلعب فين، وعايزين نعرف كل التفاصيل عاطف. بالظبط، كان دلوقتي بيقول المدن عموما في كندا والمكسيك وامريكا. طبعا نصيب الاسد امريكا طبعا، اه طبعا. واخده معظم الماتشات للاسف الشديد يعني. للاسف كان نفسنا الله يكون في امريكا والمكسيك، ولكن على خير. كندا والمكسيك تقصد؟ كان المكسيك. امريكا للاسف طبعا ليها ايه، تكات كده مش احسن مش بلد حاجه. كوره اصلا. بالظبط، دول باشا ربنا يعينهم. ملعبه اصلا ملعبه مبقاش مجهز لملاعب الكوره. وشفنا حاجات كتير، تصرفات اللي مثلا الكوره ما بتطبش، وتلاقي حتى الركنيه مش في مكانها، فاكيد حاجات كتير غريبه. بص هتبقى ملاعب. ابدا ملعب ميت لايف، ملعب ده حكايه. تورنتو ستاديوم ده في اه كندا. 75,000. بيلعب عليه المنتخب العراقي ماتشه مع السنغال. باذن الله نكون موفقين، وسود الرافدين يعملوا الحكايه. مجموعتهم صعبه قوي، خلي بالك. مجموعه صعبه فعلا بصراحه، ويعني مع مضغوطين، مجموعه صعبه فعلا عاطف. ده ملعب هو كوره يعني، العب كوره للكوره. ده ملعب كوره ده ملعب كمان يعني. كوره. يعني بص، تلاقي الكادر بتاع الكاميرا مظبوط، تلاقي كل حاجه مظبوطه. صح، هتلاقي فعلا في يعني ملاعب تحس الكادر معوج. كندا. إيه اكتر بلد فيها ملاعب محترمه؟ المكسيك. ملعب المكسيك طبعا، كوره. لا المكسيك يا باشا دول مجانين. فده ماتش واحد هيتلعب عليه المنتخب العراقي بس كمنتخبات عربيه، هيتلعب في تورنتو في كندا، وده الجوله الثالثه. ده كده اولنا. بالظبط. تخش بي سي بلس بليس اسف. ده ماشي. هيتلعب عليه كذا ماتش. اول ماتش هيتلعب عليه قطر وكندا، مع صاحب الارض والجمهور. ماتش صعب على قطر، خد ماتش بالك. صعب جدا. ويتلعب عليه ماتش مصر ونيوزيلندا، هو ام الدنيا. الجماعه بتوع السمنه النيوزيلندي ربنا يسهل، نكسبهم باذن الله. ملعب تقريبا 54,000 متفرج. ملعب كبير. ملعب ملاعب حدوته. ملعب كبير. لا، شوف كمان الملعب مقفول مبهر يعني. الشاشه في النص زي عاطف، 4 شاشات في النص. وبره يا باشا ايه؟ مقفول من ازاي؟ لا ما شاء الله منتخب ملعب رايق. مصر هيروق على الزبده. المكسيك كل منها. وري بقى المعالم بقى اللي برضه في حوالين الملعب. اه طبعا. المدينه ماشي. حته كده سياحه. تدريب ده. ده اكيد تدريب. ده ما ينفعش ملعب يكون ملعب عادي. ايوه. جوه ده خاره. ده المكسيك. 48,000. ده خلي بالك، ده مش هيستضيف اي منتخبات عربيه. ماشي. اتفرج يا باشا على المدينه. بتكلم عن مدينه الاول لسه. اعتقد ده بتاع 40,000 متفرج الساعه بتاعته. اه واعتقد ده برضه ملعب الافتتاح، مكسيك وجنوب افريقيا. ده الملعب ده هيبقى حكايه يعني. اليوم ده يوم كله مستنيه. بدأت حدث كبير برضه لما بدأت تنظم كاس عالم. في المشتركين، لكن بيبقى حدث مهم للبلد. اه طبعا، ومكسيك وكندا ما يشيلوش البطوله لوحدهم. اه. مم. خصوصا بعدد الكبير دلوقتي، انت بتتكلم في منطقه كتيره. كانت 12 مجموعه 48 منتخب. اه. مونتيري ده بقى حبيبنا في تونس. ده اه برضه في المكسيك اتلعب عليه ماتش السويد وتونس واليابان وتونس. نسور كارتاج باذن الله يطلعوا باقل حاجه 4 بونت ملعب الماتشين خلي دول. بالك ملعب تحفه معماريه. اتفرج يا باشا ايه على المدن. اه 53,500. ده ملعب رايق. بص عارف تبقى عامله ازاي، مسح سنه زي مدرع كده. الحكايه بصراحه. اوه. يا باشا الاستادات من جوه حكايه. بص بقى الشكل بتاعه كبير. الطبيعي اللي وراه. كبير يا باشا. لا ملاعب يعني، تحس كده كل ملعب عاطف كده ليه هويه خاصه كده بيه كده. لا، كاس العالم ده بالنسبه لي منتظر. اوف. مكسيكو سيتي ستاديوم. ايه ولا كده. ده ملعب الافتتاح؟ لا، ده طالما 83,000. عدد اكتر. يبقى ده ملعب افتتاح قصدك بقى. هو ده اه الافتتاح فعلا. برضه في المكسيك. ده الملعب ده لو كومبليت عاطف في الافتتاح. بالظبط 83,000 متفرج. ده بقى مولد ماتش صعب على البافانا بافانا، خد بالك. هو ده ملعب الافتتاح. ده هو ده. اصل مش هتعرف ملعب صغير. لا 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 كده صح. بالظبط. ده ملعب. الافتتاح، افتتاح منتظر. بص هتعمل ازاي ايه يا عم ده. حكايه. ده كام دور ده يا جدعان، ايه الجمال ده يا جدعان. ماتش صعب.
خش بقى ايه؟ نخش بقى الكابوس. كابوس امريكا يا باشا والشغل وتمثال الحريه. ماشي. طبعا واخده تلات ارباع الماتشات، كل ماتش بقى في ولايه وقصه. لا مشكله كمان. لا من البدايه كده الناس مش متفائله خير بتنظيمهم. ميامي ستاديوم ده هيتلعب عليه، خلي بالك برضه كذا ماتش بتتكلم، اهمهم بنقول دلوقتي ان السعوديه ومنتخب اوروجواي هيتلعب عليه ماتش في ميامي، هيتلعب عليه ماتش الاهلي خد كاس العالم انديه. ايوه بس يا حبيبنا باذن الله في السعوديه الصقور الخضر يعملوا حكايه خد بالك، وكابتن دونيس محشمني مش عارف ليه. يعني يعني المنتخب الوديه الاخيره كانت نتيجه برضه مش وحشه. السنغال تعادل معاها. السنغال اخصم من كولومبيا 2-1، برضه قريبه. مدرستين تقال جدا، كسبوا فرق كده في النص سهله، لكن بصراحه لا انا شايف مدير فني بيفهم. هو الهارد روك اللي لعب عليه ماتش الاهلي في كاس العالم انديه. هارد روك يا باشا. بص هو اصلا بص بتلعب عليه ولا 65000، رياضات تانية. ايوه مش بتوع كوره هم. مش بتوع كوره يا باشا. بيقول لك بتوع كوره كده امريكيه وبيسبول ومش عارف ايه وسله. يعني كرة القدم عندهم دي اللعبة الثالثة أو الرابعة. بوسطن استاديوم بتتكلم 65,000. 65,000 متفرج، وهيتلعب عليه برضه ماتشات المنتخبات العربيه ابرزهم العراق والنرويج. ده لعب عليه افتتاح كأس عالم أندية أو النهائي حاجة زي كده كاس العالم في نيوجيرسي، فلعب عليه هيتلعب عليه ماتشين، المغرب واسكتلندا والعراق والنرويج. حلوين. بإذن الله مكسب للمغرب ومكسب للعراق بإذن الله. ده يا باشا ملعب مكان حلاقه. لسه كنت أقول لك يا باشا بلعب استاد، يقول لك جيرات استاديوم. كل ملاعب مفتوحه في الطل، واقف في الشمس يا باشا. المشكلة بقى إيه، حصل أي شوية رياح عاصفة زعلنا احنا. ما هو ماتش السعودية، شفت ماتش يعني إيه أقدر أهداف في ماتش؟ ده يعني اقوى دوله في العالم مش عارف تغطي ملاعبها. أنا ما أعرفش بصراحة. تلات ارباعها مش بتغطي. مفيش مهندسين عندهم بيفكروا إزاي ويعملوا ملاعب يحل لك سياتل المشكلة. سياتل ماتش منتخب مصر في سياتل 69,000 متفرج، هيلعب مصر وبلجيكا ويلعب مصر وايران. يا ماتشين نهار خلي بالك برضو ايه، مهمين جدا، منتخب مصر مع البلجيك ومع ايران. باذن الله كابتن حسام حسن يعمل لنا الصح ونكسب يا ريت. يا بصراحه ريت بوابته ايه ده؟ يا عم تحس ده ايه ده ممر سفينه ده ولا تخشوا ايه؟ منين ده؟ ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ هي يعني منظر ملعب حلو، يعني الملاعب برضه مصروف عليها خلي بالك. ماشي بس هو فعلا يعني تصميمها هتحس ان هو مش لكره قدم. اي طولي كده غريب كده، بس هو مش وحش طبعا. هي اكتر حاجه مخوفه الناس حاطه في موضوع الجو والرياح الرياح تقعد بقى جنبها ساعه انت عشان الرياح تمشي. بس الموضوع عندهم مش ثانوي، ده بقى ده طبيعي عندهم كده، كل شويه يحصل كده عاصفه مش عارف ايه وبتاع. شفنا كاس العالم للانديه، تعبنا ماتش يقعد 4 ساعات. تعبنا وانت اصلا يعني توقيته اصلا مش مناسب لينا. فيلادلفيا 69. خلي بالك كل ملاعبهم بتتكلم كبيره، بتتكلم ماتش مهم جدا العراق وفرنسا على الملعب دوت. باذن الله تاريخيه الاسود الرافضين لانها صعبه جدا، صعبه بصراحه، بس احنا نتعشى بخير حتى بتعادل. ملعب كبير. ايه يا عم، كام دور ده؟ بص عامل ازاي، كتير وكل حته فاضيه حط فيها مدرج. لا بص فعلا تحس اللي هي تركيبات زي مكعبات كده، آه. مفيش نسق او حاجه ثابته. او ده مع نفسه بس قاعدين فوق دول بيعملوا ايه فوق دول؟ مش فاهم ايه ده. هو راجبي وبتاع وشغلانه بتاع رجب بس ايه الدوري الامريكي يعني لوس انجلوس ستاديوم 70,000 برضه. 70,000 برضه، ملعب برضه خلي بالك حكايه. اتحاد السحاب ده ما فيهوش منتخبات عربيه تلعب عليه دوت. ماشي. شاطئ ايه ده مقفول كده بدأنا تحلو. ملعب مقفول 70,000 في كذا ملعب مقفول. طب ما ايه بقى يا جدعان بقى، طيب اهو شفت الكلام يعني، ده ملعب مقفول لو في ريح مش هيأثر في حاجه. كل سنه طيب مع نفسها فوق انت جوه بتلعب جوه. لا ده حوار ده. لا ده حلو، ده فعلا انا دلوقتي مصروف عليه يا شفت الكلام. بس الواحد زمان بيحبوا الكراسي الرمادي دي مش عارف ليه. سوف استاديوم ماشي. سان فرانسيسكو ده بقى هيلعب بعدها ناس كتير قوي بتتكلم، اولهم ماتش الاردن والنمسا سان فرانسيسكو، ماتش الاردن والجزائر في سان فرانسيسكو. يعني ماتش الاردن وماتش الجزائر في سان فرانسيسكو ماشي. ماتشين تقال جدا خلي بالك.
الجزائر وبرضه واردن ماتش منتظر. وماتش قطر افتتاحي مع سويسرا في سان مع فرانسيسكو. في كذا ماتش مهم اهو. 71,000 متفرج الملعب، بتتكلم ملعب 3 منتخبات عربيه يلعبوا عليه. فباذن الله موفقين ونشوف كوره حلوه. عاطف خد بالك احنا مش البطوله منتظره عاطف بجد، مهما مستنينا كنت سامع اخبار عنها قبل كده والاحداث والجو والعواصف، احنا مستنيين. مستنيين يا باشا، ده كاس عالم يا جدعان. بس هو كاس العالم ده قطر ده بالنسبه لك على الليفل قوي. اه فده بالنسبه لي من قبل يبدا قطر رقم واحد. بالظبط، في المقارنه بقت محسومه. وخلينا نشوف، هيهمنا بقى النتائج اللي بتاعت العربيه في البطوله دي. 8 بطولات عربيه. هيوستن ده يا باشا برضه ملعب على الرايق برضه، هتلاقي مثلا فيه برضه كام ماتش منتخبات العربيه. وخلي بالك برضه بتتكلم في حته ان انت في ماتش الاخير السعوديه قدام كاب فيردي هتلاقي فيه. ماشي. فبرضه مش واخد كتير كده. اكتر ملعب لغايه دلوقتي ملعب سان فرانسيسكو. ان شاء الله باذن الله السعوديه من الصح تستغل المشاركه الاولى كاب فيردي وتكسبهم. بس هو مصلحته هو متقفل في اي عاصفه رايحه ماتش مكمل. انت مكمل يا باشا، مش هوجع دماغك. بص يا باشا الصوت عامل ازاي. السقف في ملعب ماشي. الشاشه دي كويسه، شاشه 72,000 كل الملاعب فوق 60,000. كبيره قوي فعلا. بيعرفوا هم خد بالك يستثمروا هم في كتير قوي، هم هم كتير قوي. كنسيس برضه هتلعب عليها التوانسه مع هولندا. ماتش 73,000 متفرج. ماتش يا تونس. رب يكون الملعب مقفول لا ده شكله عشان ما يقعدش باشا، غير 4 ساعات. شكله يا باشا هيوس في الطل. هيوس يا باشا، والدنيا حلوه اهي، وفي بحر وقصه. تونس والجزائر كمان. الجزائر لعب الارجنتين على الملعب ده. اول ماتش الجزائر مع الارجنتين في كانساس ستاديوم. وانا بقول لك يا باشا مكسب الجزائر الماتش ده. باذن الله باذن الله. بس ملعب مفتوح يا باشا. يا باشا نقف في الطل ده كده احنا بقى في الهوا. حلو العرض بتاع الملعب. رجبي، كرة القدم الأمريكية. لما بلعب النوادي كلها ممتلئه. يا لهوي على الجمال. هتشوف عظمه. اتلانتا واصول المغرب مع هايتي دي على الملعب الجميل ده. مباراة فخ، بس عايز كابتن وهبي يبقى حاسم في الماتش ده. بالظبط. وان شاء الله يوصل للماتش ب6 نقط باذن الله. باذن الله. يكون كسبان برازيل وكسبان اسكتلندا ان شاء الله. فيبقى داخل ماتش مرتاح. لا ده حلو ده قوي. ده كده ايه شغل هندسه بقى. ده ملعب مرسيدس بنز. شفت الكلام كفايه من اسمه. جاي من البنزين، كريم بنزيما البنز. كريم بنزيما يا باشا دخل بملاعب بتاعته. لا بس بص عاطف التقفيل عامل ازاي. شوف التصوير الهندسيه بتاعته، مثلثات في بعض. اتلانتا برضه 5 كبير برضه. كلهم فوق 60,000. اقل ملعب حاجه 50 اقل ملعب. ماشي. ده بقى ملعب ايه؟ اكبر ملعب في البطوله. 82,000 ونص. ده ملعب النهائي طبعا. ملعب الرايق وملعب ماتش المغرب والبرازيل. يا نهار ابيض على الماتش ده يا جدعان. ملعب تحس ان هو نهائي. ملعب حكايه. بص يا باشا ناطحات السحاب الرايقه. وده الملعب اللي خد نهائي كاس العالم انديه برضه. بالظبط. في الطل برضه بس ايه. بس انت هروح بقى ملك ميت لايف. ميت لايف ستاديوم في نيوجيرسي. سلام. 82,000 مش ناس في بعض ركبوا بعض. كاس العالم اللي جاي بتتكلم ملعب الحسن بتتكلم داخل في 105,000 اكتر من 105,000. ده ملعب منتظر ده في المغرب. مش عدد. لا العدد في الانبوب. ايه هو في ايه الناس دي كلها. لا كم بصراحه. كم وملعب ده يكون ممتلئ. ملعب اعتقد هياخد النهائي وهياخد ماتشات مهمه جدا. بالظبط. دالاس. ده اكبر. 94. ده اكبر يا جدعان.